الحاجة اللي هعملها لك النهاردة مش قادرة أقولك الكبير قبل الصغير بيعشقها بيحبها جدا. هنعمل ايه النهاردة؟ هنعمل مع بعض الكاندي. لو انتي أول مرة تشوفيني، أنا ياسمين سعيد من مطبخ ياسمينة. دوسي لايك للفيديو وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واستنوا الفيديوهات الجامدة اللي جاية في رمضان، مش قادرة أقولك على جمالها. أول حاجة أنا عندي نص كوباية من المية المغلية، حطيت عليهم معلقتين صغيرين او معلقة كبيرة مليانة من الجيلاتين ودوبتهم وسبتهم على جنب. وبعدين جبت نص كوباية مية مغلية تانية، حطيتها في الكوباية الكبيرة اللي قدامك دي، وفضيت عليها كيس من جيلي الفراولة. هبدأ ان انا احلي الجيلي بتاعي حسب رغبتك، انت بتحبيه مسكر او بتحبيه وسط، زي ما انت عايزة حطي السكر. وبعد كده هضيف عليه الجيلاتين اللي انا دوبته في نص كوباية مية مغلية، وهقلبهم مع بعض. بس كده انا عندي الوصفة يعتبر خلصت. هبدأ دلوقتي ان انا اجيب القوالب اللي انا هحط فيها ال- الكاندي بتاعي. هدهنها بس زيت، القوالب دي عشان بلاستيك مش سيليكون، فانا هدهنها زيت علشان لما انزل بيهم بالخليط بتاعي بتاع الكاندي علشان تجمد في التلاجة، ما اجي اشيله يبقى سهل معايا ان انا اشيله سهل، ما يلزقش بقى ويجي يقرفني وانا بشيله من القالب بتاعي. جبت بقى القوالب بتاعه الكب كيك اللي هي السيليكون. عندي بدل ما انا اشتري القوالب اللي هي اللي بنعمل فيها الشوكولاته او الاشكال بتاعه الكاندي، القوالب ديت ما كانتش موجوده عندي. انا حاولت ان انا اتصرف واعمل اشكال جديده من الكاندي، عملتها في القوالب بتاعه الكب كيك، بس طبعا ما مليتهاش على الاخر. انا يا دوبك ارتفاع سنتي واحد بس. ودخلتها حطيتها رصيتها في صينية ودخلتها التلاجة ساعة واحدة بس وهطلعهولك. هبدأ ان انا اعمل دلوقتي طعم تاني. انا كنت جايبة فراولة وجايبة مانجا وجايبة مشمش. عملت نفس الموضوع، نص كوباية مية مغلية ودوبت عليهم معلقة كبيرة من الجيلاتين وقلبتهم وركنتهم على جنب. وبعدين جبت تاني نص كوباية تانية من المية المغلية ودوبت فيها شوية سكر، وهنزل عليها بالجيلي بتاع المشمش وهقلبه كده مع بعضه، هيديني اللون البرتقاني. انا طبعا بعمل الالوان حسب الوان الجيل اللي عندي. طب انتي عايزه تحطي الوان مختلفه عشان الاطفال تشدهم كده وتبقى ويعجبهم شكله والالوان بتاعته كده يحبوها، انتي هاتي الوان الطعام اللي هي الصحيه اللي بتتباع عند العطار، وضيفي نقطتين تلاتة على الجيلي بعد ما تخلصيه زي ما انا خلصته كده قدامك. ضيفي اللون اللي انت عايزاه وقلبيه، وبعد كده حطيه في القوالب بتاعتك، هيطلع معاكي احلى كنزي وباحلى لون انت نفسك فيه. هبدأ ان انا بقى دلوقتي انزل بالجيلي بتاع المشمش اللي هو لونه برتقاني في نفس القوالب، وبعدين هكمل في القوالب بتاعه الكب كيك. هيطلع شكلها حلو قوي. وهقولك على فكرة كمان جميلة دلوقتي هتجربيها، مش قادرة اقولك بقى هتجربيها من ايه، من حاجة بسيطة جدا موجودة عندنا في البيت ومش مكلفة، ولا اشترينا حاجة ولا روحتي اشتريتي القوالب السيليكون ولا عملتي اي حاجة، كله من حاجات موجودة في البيت. لو انتي نفسك تعمليها لاولادك دلوقتي قومي اعمليها دلوقتي حالا. دخلت دول التلاجة، وانا كان عندي القالب دوت بتاع التلج، انا بحط فيه التلج علشان يتجمد في التلاجة بيطلع على شكل دواير. فانت دلوقتي انا جبته بدل ما املى القالب كله ويبقى دواير كبيرة، حطيت في نصه بس وقفلته وحطيته في التلاجة. شفتي البرطمانات اللي قدامك دي؟ انا خدت الغطا بتاعها بس. البرطمانات دي احنا بنجيبها ساعات لتوابل لاي حاجه بنستخدمها في البيت. خدت الشكل بتاع الغطا شكل دايره عجبني، قلت ان انا ادهنه زيت وهضيف عليه الجيلي او الكاندي اللي انا عملته دوت. على فكرة اللي قدامك ده مدي لون اخضر علشان انا حطيت اللي هو الجيلي بتاع المانجا، ضفت عليه لون اخضر وسبته وقلبته وصبيته في القوالب اللي قدامي. اللي قدامك ده بعد ما قعد ساعة واحدة في التلاجة، تخيلي لو قعدتيه اكتر من كده. شوفي الشكل بتاع الوردة ده، الشكل بتاع الغطا اللي احنا حطيناه بتاع البرطمانات. ايه رأيك في الشكل ده؟ جامد جدا. والتاني اللي عامل زي الايس كريم دوت اللي انت شفتيه في الاول، اهو ده بتاع الغطا اهو. جامد، مش قادرة اقولك على شكله خطير بجد. شوفي هو ماسك نفسه ازاي. ودوت بتاع القوالب بتاعة التلج، ادانا شكل نص الدايرة كان شكله حلو قوي. ودوت بتاع الكبات بتاعة الكب كيك السيليكون
ادانا برضو شكل جميل جدا. بصي متماسكه جدا، شكلها حلوة قوي، طبيعيه مغذيه، ما فيهاش اي حاجه وحشه. انا عايزه بقى يعني اكمل بقى الموضوع، وعايزه اخليه زي الجاهز بتاع بره. جبت نص معلقة من ملح الليمون، ضفت عليها 3 معالق من السكر، قلبتهم على بعض، وبعدين بدأت ان انا انزل الجيلي ده فيها كده، هيديها الطبقة الجميلة اللي بره. يلا جربيه واعمليه لاولادك بقى، فرحيهم، ودوسي لايك للفيديو وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهات